حياكم الله. أكيد القصة طالت عليكم، ولكن ماذا نسوي؟ حياكم الله إلى الجزء السابع من القصة. طبعا بعد ما 13 سنة من الشرائع وفقدان الأمل، ذهبوا واتجهوا هذه الأسرة الفقيرة المسكينة ذات البشرة السمراء إلى المذيع المحبوب الأخ الصادق محمد المحمدي، الذي استقبلهم وبث القصة. فبقيت القضية، المحاكم استعادت القاضي. الحكومة في اليمن ولا استحوا شوية يعني عندما نشرهم هذا الإعلامي البطل. فبعد 13 عام يا أخوان، وكانوا يحصلوا تهديد، هذول الأقوياء أصحاب البشرة البيضاء يهددوا السمر، تنازلوا وإلا بنسوي بكم، بنقتلكم، بنذبحكم. قالوا افنونا عن بكرة أبينا، لن نتنازل عن قضيتنا. أعطوهم ما يقارب ذاك الأيام ما يقارب 150 مليون ريال يمني. قالوا والله لو تفرشها لنا رصيف من منطقتنا من الإجراف إلى المحكمة ونحن نمشي على رصيف من المال، لن نتنازل عن هذه القضية. وتم تهديدهم أكثر من مرة. المهم، بعد ما انتشر الخبر في الإعلام وذا، استحت المحكمة والحاكم المرتزق المتعشي المترشي استحى شوي، فأصدروا حكم بالإعدام على الفتاة فقط لا غير، رغم أن الاثنين في واحد. عندما يجتمعوا عليك 10 وقتلوك، يعني يقتلون 10 فيك. الاثنين في الواحد و100 في واحد. فتم إطلاق هذاك الشاب وتم إعدام هذه الفتاة. ولكن أنا أسرت لكم هذه القصة، أريد أن يعني أوجه رسالة. القضاء عندنا في اليمن قضاة غير عادلين، ليس يعني الكل، بعض القضاة اللي توصلهم قضايا. طبعا ضروري أن القضاء الذي يكون فيها يعني زهق روح أو اغتصاب أو أخذ حق، يكون فيها سرعة التنفيذ، يكون صارم القاضي. قضية مثل هذه ما تسكت عنها، ما تأخرها، ما طلع 13 سنة يا مسلم. اقضي، يعني حاول انك تنصف ذيك الساعة. يعني لقد طالت القضية عندك 3 أيام بالكثير بعد الإثبات والدليل والشيء الملموس، خلاص ايش تأخر يعني شهر ولا شهرين أو 13 سنة أو سنة؟ ايش تستفيد؟ البعض عندما تتأخر قضيتهم، مثلا أحد يعني قتلوا أخوه أو أبوه وراح يشارع بالمحكمة، يشارع يجيب المحكمات ماطلة من يوم لا يوم، من يوم لا يوم، يضطر إنه يروح يسوي، بعدين يقول لك فلان يعني سوى فلان. الحكومة القاضي هم الذين يجبرون الناس على هذه الأفعال، لأن يعني ما